الطريقة كيفاش حضرنا البسبوسة. نجيبو 4 حبات بيض، نرشو عليهم رشة نتاع الملح، نخلطو مليح ونضيفو لهم كاس تاع سكر أحرش. نخلطو مليح حتى يذوب هذاك السكر، ونضيفو كاس حليب بدرجة حرارة الغرفة، ونبقاو نخلطو ونضيفو لها كاس زيت. نخلطو مليح ونبداو نضيفو مقدار نصف كاس نتاع الدقيق المتوسط، ونضيفو 2 أكياس خميرة، خميرة الحلويات، ونضيفوا كمية من الدقيق المتبقية حتى نتحصلوا على هذا القوام. ما لازمش نديروها ثقيلة بزاف. ونفرغوها في صينية مدهونة بالزيت كما راكم تشوفوا. نفرغوها مليح، ومن بعد نذرذروا عليها شوية جلجلان ولا كاوكاو مرحي بهذه الطريقة، ثم ندخلوها للفور الطيب من فوق ومن تحت. بعد ما طيب يكون هذا هو الشكل نتاعها. نديرو فيها ثقوب بالكيردون ونسقيوها بالشربات اللي هي عبارة عن 2 كيسان ماء زايد كاس سكر أحرش. نديروها فوق النار حتى تصل إلى درجة الغليان، ونحسبوا لها 4 ساعة ونطفيو عليها. نبداو نرشو هذيك نعسلو هذيك البسبوسة. إذا كانت البسبوسة سخونة الشربات باردة، وإذا كانت الشربات سخونة البسبوسة باردة. نخليوها حتى تبرد مليح، ومن بعد نقصوها وبالصحة والراحة.